أهلا بيكم. تخيلتوا معايا كده إنه ممكن تحولوا مجهودكم التعليمي من مجرد دروس عادية لإمبراطورية تعليمية كاملة باسمكم أنتم؟ النهاردة هنكتشف إزاي كل مدرس وكل أكاديمية وكل سنتر يقدر يمتلك مستقبله الرقمي بالكامل. يلا بينا. الحقيقة إن السؤال ده بيخوف أي حد شغال في مجال التعليم أونلاين. يعني ساعات وساعات من الشغل والتصوير والتحضير، وفي لحظة كل ده ممكن يروح. الإحساس ده مش مجرد قلق، لأ ده واقع مرعب للأسف. والموضوع مش بس قلق من السرقة، لأ دي تحديات حقيقية بتقابل كل مدرس وأكاديمية وسنتر النهاردة. خلينا نتكلم بصراحة، ما بين الخوف المستمر من تسريب المحتوى بتاعكم وصعوبة إنكم تشدوا انتباه الطلاب في عالم كله مشتتات، والإرهاق من الشغل الإداري اللي ما بيخلصش، بتلاقوا نفسكم بتفقدوا السيطرة على أهم حاجة، اسمكم ومستقبلكم المادي. بس خلاص الوضع ده لازم يتغير. جه الوقت اللي تستعيدوا فيه السيطرة الكاملة. والحل على فكرة مش إنكم تشتغلوا أكتر، الحل إنكم تشتغلوا أذكى وتمتلكوا النظام بتاعكم بالكامل. هي دي هي دي الخلاصة كلها. لازم كل مدرس وكل سنتر وكل أكاديمية يفهموا كويس جدا إن هم البراند. الطالب بيجي عشانكم أنتوا. بصوا كده على الفرق ده. على أي منصة عامة انتوا مجرد اسم وسط آلاف الأسماء. أرباحكم بيتاخد منها نسبة واسمكم محطوط تحت اسم المنصة. لكن مع تطبيقكم الخاص الوضع مختلف تماماً. انتم العلامة التجارية، الملكية كاملة، والأرباح 100% ليكم، والتصميم كله باسمكم وشعاركم وألوانكم. وتطبيقكم ده مش مجرد شكل حلو، لأ دي قلعة رقمية بتحمي مجهودكم. بنقدم لكم تقنية بتمنع تصوير الشاشة، وسياسة بتخلي الطالب يدخل من جهاز واحد بس. ده غير إن فيديوهاتكم كلها بتكون متأمنة ومشفرة. يعني باختصار مجهودكم في الحفظ والصون. طيب، إحنا كده أمننا المحتوى وحمينا المجهود. إزاي بقى نخلي الحصة نفسها تجربة ما تتنسيش؟ الموضوع هنا أكبر من مجرد شرح، ده فن. إنك تخلق تجربة تخلي الطالب هو اللي بيجري ورا المعلومة. بالظبط كده. العملية التعليمية بتتحول من مجرد تلقين واستقبال للمعلومة لحدث وإيفنت الطالب مستنيه. بنستخدم أدوات بتحول المحاضرة العادية لمنافسة ومرح ومكافآت. المفهوم ده اسمه الجيميفيكيشن. وببساطة شديدة إحنا بناخد نفس الحاجات اللي بتخلي الألعاب ممتعة وفيها إدمان، زي التحدي والنقاط والمنافسة، وبنطبقها على المذاكرة. وأعتقد ده أبلغ وصف للموضوع. تخيلوا حماس لعبة زي بابجي بس في سباق على حل الأسئلة والتفوق على الزملاء. هو ده بالظبط اللي بنعمله. تخيلوا معايا طلاب بيتحدوا بعض وبيتنافسوا مين يطلع الأول على لوحة الشرف اللي بتتحدث لايف، وبيجمعوا نقط ومكافآت مع كل واجب أو امتحان. ده بيخلق حافز يومي للتعلم والمشاركة. كل ده جميل جدا، بس أكيد بتسألوا نفسكم، أنا هلاحق على كل ده إزاي؟ هنا بقى بيجي دور الإدارة الذكية اللي بتشيل من عليكم كل الشغل الإداري الممل. تخيلوا إنكم مش هتصححوا واجب أو امتحان بإيديكم تاني أبداً. فكروا بس في كمية الوقت والمجهود اللي هتوفروه وتقدروا تستثمروه في تطوير شرحكم أو متابعة عدد أكبر من الطلاب. الرقم ده مش مجرد رقم على الشاشة، دي نسبة الزيادة الفعلية في عدد طلاب مدرس رياضيات قرر يعتمد على الأتمتة والإدارة الذكية من خلال التطبيق. اعتبروا التطبيق ده المساعد الشخصي بتاعكم اللي شغال 24 ساعة، بيصحح كل حاجة فوراً، وبيعمل امتحانات مختلفة لكل طالب عشان يمنع الغش، وحتى بيرد على أسئلتهم عن طريق مساعد ذكي. بعد كل الإمكانيات دي، السؤال الطبيعي هو طيب، أبدأ إزاي؟ والمفاجأة إن الموضوع أبسط وأسرع مما تتخيلوا بكتير. أول خطوة ليكم عشان تبنوا إمبراطوريتكم التعليمية بتبدأ دلوقتي. الموضوع كله في 3 خطوات بسيطة. مجرد ما تتواصلوا معانا خلال أيام قليلة هيكون تطبيقكم الخاص جاهز. تنشروا لطلابكم وتبدأوا تشوفوا أرباحكم وإحصائياتكم بتزيد يوم بعد يوم. ده مش سؤال عن شراء أبليكيشن، ده سؤال عن مستقبلكم المهني. هل هتفضلوا مجرد اسم على منصة كبيرة، ولا هتبقوا أصحاب كيان تعليمي كامل ومتكامل بيحمل اسمكم أنتم؟ القرار في إيديكم. امتلكوا منصتكم، حطوا قوانينكم، وارسموا مستقبلكم بنفسكم. الفرصة متاحة دلوقتي عشان تكونوا أنتم البراند وأنتم المتحكم الوحيد في نجاحكم.